السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتونا. النهاردة ان شاء الله زي ما انتوا شفتوا كده هنعمل كشري مصري زي بتاع المحلات والله، واحلى كمان واطعم وبأقل تكلفة خالص. والله مش هيتكلف معاكي. انت النهاردة بتجيبي طبق الكشري اللي هو طبق الصيني الكبير ده زي اللي فيه الرز ده 30 جنيه يعني، وب25 جنيه. والله احنا عندنا محل بيبيع ب30، محل بيبيع 25 جنيه. ومش نضيف زي بتاع البيت والله، وبيجي يعني بيجي ان هو لاسع، مش زي ده كده. زي ما انتوا شايفين معانا مكرونة وعدس وتوم وطماطم وشعرية ورز. دي مش صلصة، دي فلفل احمر زي ما انتوا شايفين كده. هنا بنجيب البصل، بما ان البصل غالي بنجيبه، بنقطعه طرنشات او جوانح زي ما تحبي، زي ما انتوا شايفين كده. بتجيبي بقى البصل يعني احنا على قدنا، هما 3 بصل. انا كده يعتبر مكتره، لان هو طبق بس اللي انا هعمله، طبق كبير بتاع الطقم الصيني، هو ده بس اللي انا هعمله. هنا بجيب له معلقه دقيق عشان يبقى حلو ويبقى مقرمش وكريسبي كده وما يبقاش طري زي ما انتوا شايفين. لو وصلتوا معايا لغايه هنا حبايبي، متنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو. نحط لايك لان انتوا بتشاهدوا الفيديو وما بتعملولناش لايك يا جماعه، واشتراك يا جماعه للقناه عشان القناة تكبر بينا وبكم. هنا خلاص كنا حاطين معلقتين صغيرين دي او معلقة كبيرة هرمية ورشة ملح. هنا بقى على البوتاجاز كسرونة. دي الكسرونة دي اللي انا بعمل فيها كل حاجة، البطاطس اي حاجة فيها زيت بعملها في الكسرونة دي، لانها بتلم الزيت وبتخلي الحاجة بتستوي معاكي بسرعة. هنا الحله دي انا كنت حاطه فيها ميه بتغلي، بس ميه من غير اي حاجه ولا لها اي اضافات خالص. حطيت عليها شويه العدس ده كان ربع كيلو، عملته على مرتين. هنا البصل اهو، الزيت كان سخن. انا ما بحبش اقلبه بمعلقه، بحب اقلبه دايما بشوكه. البصل بصل، فراخ كريسبي، فراخ اي حاجه بحب اقلبها، برجر اي حاجه بحب اقلبها بشوكه زي ما انتم شايفين كده. هنا العدس مسافة مجرد ما المية هتغلي هقوم طافية عليه، ما منقعوش. انا بحب اعمله كده زي ما انتوا شايفين. هو غلي اهو. على فكرة انا هشيله دلوقتي، انا كنت بجهز بس المصفى اللي هصفي فيها، وبغسل تحت المية، تحت مية من الحنفية عادية خالص، وبسيبه يتصفى. نصيحة: ما تيجي تعملي كشري اول حاجة تعمليها البصل، لان انت زي ما هتشوفي معايا في الفيديو زيت البصل ده هو اللي بستعمله في كل حاجة. شوفي هنا العدس اهو، ما شاء الله السرق ما تنس، مش استوى السرق يعني، خد قلبه كده بس في المية وقمت رامية ميته. هنا في نفس الحلة حطيت مية، هيبقى مية وملح وزيت عشان تسلقي المكرونة. ناوية على الكشري لازم تعملي البصل اول حاجة، هتلاقي كل حاجة خلصت معاكي. البصل خلص، الاكل خلص، الكشري خلص. هو اللي بيغيب الكشري هو البصل زي ما انتوا شايفين كده اهو. بقلب فيه. انا جاهز العدس وجاهز المكرونه، يكون والله البصله خلصت ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. هنا قربت تخلص اهو. يا ريت يا حبيب قلبي تقولوا لنا انتوا منين. انا معاكم صباح من دمياط. يا ريت تقولوا لنا انتوا منين، من اي محافظه، من انهي بلد. زي ما انتوا شايفين كده. هنا ما شاء الله ما تغمقيش البصل عشان ما تمررش، ولا تبقى بيضة قوي ولا غامقه قوي. وهنا زي ما انتوا شايفين اهو الرواسب اللي في الزيت دي الدقيق، يعني ما تقلقيش، حله فاضيه بقى نكتر شويه الزيت فيها، نحط شويه زيت من زيت البصل. هنا بقى ننزل بالشعريه. هنا هنعمل بقى الرز بتاع الكشري، بيبقى الرز والعدس والشعريه. انا بحبه على بعض. في ناس بتحط المكرونه اللي هو كشري الحله الواحده، انا ما ارتحتلوش بصراحه وما حبيتهوش. انا حبيته كده احسن. هو يعتبر كله مع بعضه ما عدا بس المكرونه، ايه يعني هتيجي على حله المكرونه يعني عندنا الشعرية بتغمقها سنة متخليهاش فاتحة زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. والعدس هنا انا بشوح هنا كله مع بعضه وبغلفه علشان العدس
يعني ايه ما يسحش مع الرز، ما يبقاش زي كشري العدس الاصفر، لان هو على فكره هو ده العدس الاصفر، لو شلت القشره من عليه هتلاقيه هو العدس اللي هو بتاع الكشري الاصفر. فمبرضاش ان انا احط كده مره واحده، لا لازم اغلف الرز مع العدس مع البصل عشان يبقى كل حاجه يعني ايه سايبه التانية، متبقاش كلها مدعوك مع بعضه. هنا زي ما شفتي ما حطيتش الا ملح وفلفل وكمون بس، ما بحطش لا شطه ولا كزبره ولا اي حاجه. هنا نظبط القعد بتاعنا ومية الرز ونقوم مقلبينه تقليبة واتنين عشان البوار بتاعه، ونقوم مغطيين عليه وخلاص. هنا الحلة ما كانتش لسه بقى مية المكرونة غلت. هنرجع الرز هنا زي ما انتم شايفين العين الكبيرة دي عالية شوية في النار، ما شاء الله الوقت هتغلي بسرعة. زي ما انتم شفتوا هنا المكرونة دي على فكرة 3 انواع 4 انواع والله، اسباجيتي ومقصوصة اللي هي العريضة والمقصوصة الرفيعة واللي هي الهلالية. يعني ما شاء الله هي 4 انواع. هو الكشري بيحب المكرونة زي ما انتم شايفين كده. انا هنا كنت جايبة نص كيلو مكرونة مشكل، قولي له مكرونة للكشري هو هيشكلها لك. والله انا عملتهم على مرتين، يعني انا كنت جايبة حاجة الكشري كلها مرة واحدة وقسمتها على مرتين، كنت طبخت طبخة والطبخة التانية مكرونة. هنا الرز كان نشف ما شاء الله، نقلته على عين صغيرة. هنا حلة فاضية هحط فيها معلقتين زيت، كنت انا هنا جايبة بصلة متوسطة عملتها بشرتها ناعم. هاخد معلقة منها للمكرونة ومعلقة وبقيتها هسيبها للصلصة. هنا مش برضو الزيت برضو من نفس زيت البصل. هنا معلقة بصل اهي دي هنعملها للمكرونة. زي ما انتم شايفين المكرونة هنا انا مبسلقهاش قوي، يعني بخليها نص سلقة كده، مبتبقاش مستوية قوي، بتبقى ناقصة سوي شوية. هنا شوفي بشوفها هنا مية المكرونة لازم تكتر لها المية، ما تخليش ميتها قليلة عشان تنزل كل النشا اللي فيها. هنا كانت البصلة احمرت معانا والمكرونة كانت بقت نص سوي زي ما انتم شايفين كده. حاطين ملح وفلفل، ملح بسيط لان احنا سلقين المكرونة في ملح. والله العظيم التركة دي بتخليها تروح في مكان تاني خالص، متبقاش مكرونة كده عليها نشا لازقة وملزقة في بعضها، لا 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 بتبقى جميلة اوي مع الكشري. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله، اللهم صل على حبيبي عليه افضل الصلاة والسلام، حبيبي يا رسول الله. زي ما انتوا شايفين هنا برضو من نفس الزيت هنعمل بقى هنا الصلصة بتاعة الكشري، الصلصة العادية اللي مش حارة. احنا ما بنعملش اللي هي الصلصة الشتيتة دي خالص، احنا بنعمل اللي هي الصلصة العادية بتاعتنا و... واللي هي الدقة وموتوم وخل بس، ما بنعملش اللي هي الشتيتة الصلصة. زي ما انتوا شايفين هنا اهو مع معلقة بصل. البصلة دي اللي هي فايدة من البصلة اللي بقيت بتاعة المكرونة. هنا هحط مسافة بس البصل ما هيدبل، ما بحمروش بيدبل بس. بيبقى حاطة هنا معلقة توم صغيرة. التوم مع صلصة الكشري بيبقى حلو قوي. هو الكشري بصل وتوم على فكرة، بس هو اكتره كله بصل. يعني انا متهيألي في الغلو ده مش عارفة محلات الكشري بتجيب من بصل ليه حق الطبق يوصل ل30 و25 جنيه. هنا اهو بصل مع التوم يطلع بس التوم ريحته، وبقوم حاطة على طول الطماطم. والله الريحة ما شاء الله، شاي الكشري كشري. زي ما انتوا شايفين هنا بنحط ملح وفلفل وكمون وشطة، الشطة حسب انتي وراحتك، انتي وتبع اللي بياكلوا عندك الحاجة حر ولا لأ. هنا دي معلقتين فلفل احمر، انا عاملاه زي الصلصة في الفريزر، بجيبه في الموسم بتاعه وبعمله، بيبقى ما شاء الله حلو، بيحمرلك الطماطم وبيدي اصلا طعم مسكر حلو اوي للاكل. انا والله بعتمده في كل اكلي، يعني مثلا ممكن اجيب لي 2 كيلو او 3 كيلو في الموسم بتاعه. ان شاء الله الموسم الجاي هبقى اعمله معاكم، لان ما كنت عملته ما كنت صورته، هقول لكم بتعمل ازاي. هنا بقى احنا بنعمل اللي هي الدقه اللي هي بالثوم والخل بس، زيت ومعلقه توم صغيره.
احنا ما بنكترش، احنا بنعمل اللي هو المطبقية الصغيرة خالص، اصغر مطبقية في الطقم خالص. بنسيب التومة تحمر حاجة بسيطة، ونحط على ربع فنجان خل وعصير ليمونة او 2 على حسب الكمية اللي انت عاملاها. وما يجيش ربع، ما يجيش فنجان مية، فنجان القهوة مية وبس. تبقى ما شاء الله دقة، وتحط لها بقى ملح وشطة. بس انا بصراحة بزود هنا الشطة. هنا انا حطيت ربع فنجان خل اهو، ربع فنجان القهوة حاجة بسيطة خالص يعني، و4 معالق كده خل. انا مش عاملة كتير خل اهو، الخل الابيض بتاعنا العادي. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. والله وبسرعة يعني، الأكلة كلها والله ما خدت نص ساعة. ما شاء الله في ساعتها. هو مجرد ما الرز استوى كان كل حاجة معمولة. هنا بقى بعصر الليمون. بحب انا اعصر، في ناس هتقول لا هو هيخلي يا ليمون، لا انا بحب احط معاها الخل وليمونة واحدة بس، بعصرها معاها. حتى ليمونة وسط مش كبيرة قوي، هي بتديلها مزازة كده وبتبقى حلوة. انتوا شايفين. هنا بقى بحط لها ملح وشطة وكمون وكزبرة. مش ملح وشطة بس، الشطة الحارة هي بس بتحط لها ملح وشطة، معلش انا اتلخبطت. هنا هتحسوا ان هي احمرت بس هي مش صلصة، هي شطة. انا شد شوية يعني، دي تعتبر اللي انا ببلع بيها. في نفس الطبق كمان في البهارات والله ما يجي نص فنجان مية، بس هي دي يدوك على قد الطبق اللي احنا بنغرفه بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. هسيبها تغلي غلوة واقوم طافية عليها. هنا الطماطم هي كده خلاص قربت تستوي مع البصلة، وكده يبقى الرز بتاعنا خلاص والطماطم. مستنية الدقة دي بس تغلي والله، وبغرف الاكل على. انا من النوع اللي ما بحبش اسخن الاكل تاني، انا بحب اخلص واغرف على طول. زي ما انتوا شايفين هنا الرز. هنا بقى هنغرف الرز الاول. الرز ما شاء الله زي ما انتوا شايفين والله مفلفل خالص، مش معجن. بنحط المكرونه وصلصه، معلقتين 3 صلصه كده، وبعدين بنحط البصل. حطي بقى بالطريقه اللي تريحك. ولو انت عامله بقى حمص، بيبقى من على طرف الطبق من تحت حوالين الرز كله بتعملي حمص. والمكرونه هي ما شاء الله مفلفله مش معجنه، زي ما انتوا شفتوا ما شاء الله طبق خفيف. يا رب تكون الوصفة خفيفة والفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش حبايب قلبي تعملوا لنا اشتراك للقناة ولايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هتوحشوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.